حرام تمشي للحمام. واش كتعرفي باللي كاين الحديث ديال النبي عليه الصلاه والسلام كيقدر يصدمك ويغير لك النظره ديالك كامله لهاد العاده اللي كبرنا بها كاملين. الحمام المغربي معروف بالنظافه والراحه، كاملين كيعجبنا نمشيو للحمام ونغسلوا عظيماتنا ونسخنوا عظيماتنا مزيان، ما فيها حتى شي عيب، ماشي حرام. ولكن المشكل كاين فاش كيدخلوا البنات للحمام وكيسحاب ليهم مادام هما عيالات بيناتهم، فالستر والحياء والعفه ما بقاش عنده الحدود ديالو، حيت حنا غير عيالات بيناتنا. كتلقاي بنت كتكسل بنت اخرى والعوره ديالها مكشوفه كامله وما مسوقاش بحجه ان ايوا راه حنا كنا عيالات. هذه وحده من اكبر الاغلاط المنتشره وسط منا للاسف الشديد، وبزاف منا ما عارفينهاش، وبزاف منا عارفينها ومتغافلين عليها، ما عارفينش القيمه ديالها. في الدين ديالنا الله سبحانه وتعالى كرم المراه وعطاها مكانه عاليه جدا ودار حدود لحمايتها. خاصكم تعرفوا البنات، عوره المراه امام المراه هي من السره الى الركبه، يعني هذه المنطقه هذه ما خص حتى شي وحده تشوفها وما خص حتى شي يد تقيسها من غيرك انت فقط. واسمعي معايا هذا الحديث اللي كيزلزل القلوب. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما من امراه تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينها وبين الله من ستر. العلماء فسروا هذا الحديث بالضبط على الحمامات العامه، حيت المراه فاش كتساهل وكتكشف العوره ديالها قدام عيالات اخرين، فهنا بحال كتحيد ديك الهيبه والحرمه ديال الستر اللي جعلها لها الله سبحانه وتعالى وكرمها بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا تنظر المراه الى عوره المراه. كيف ما الراجل حرام يشوف عوره رجل اخر، فراه حتى المراه حرام عليها تشوف عوره امراه اخرى. الحياء هو التاج ديال البنت المسلمه، النظافه من الايمان، ومزيان نمشيو للحمام ونتهلاو في راسنا ولكن بالضوابط ديالها. ملي تبغي تمشي للحمام عافاك حاولي تلبسي شورت طويل، غسلي راسك وحافظي على حيائك والحشمه ديالك. الا بغيتي شي حد يحك لك مثلا الظهر ديالك او الكتف فهنا يجوز عادي جدا، والمنطقه من السره للركبه تبقى ديما مستوره. الله يجملنا بالحياء ويسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. حاولي تبارطاجي هذا الفيديو مع صحاباتك وخواتاتك العائله ديالك كامله، النساء عامه، باش تذكريهم. والسلام عليكم ورحمه الله.